اللي انتوا شايفينه في الجاكيت ده بقع شحم. مش هنا بس، كمان هتلاقوا الجاكيت كله عبارة عن طرطشة بقع شحم صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. صاحب الجاكيت حاول في البقعة ديت بكل الطرق، وفي الاخر البقعة برضو ما طلعتش. عشان كده في الفيديو ده هقول لكم على طريقة سحرية هتقدروا تنضفوا بيها اي بقعة شحم في الملابس عندكم، حتى لو اتغسلت قبل كده بكل سهولة. كل اللي عليكم تصلوا على النبي وتكملوا معايا الفيديو للاخر. زي ما انتوا شايفين كمية بقع الشحم اللي موجودة في الجاكيت، وبقع بالشكل ده مفيش اي نوع مسحوق ولا اي نوع غسالة يقدر ينضفها، وفي نفس الوقت طريقة تنظيفها سهلة جدا. كل اللي هنحتاجه اي حاجه عندنا صغيره فاضيه بالشكل ده، وهنفضي فيها اي مسحوق غسيل اطباق احنا بنستخدمه عندنا في البيت، وهنحط عليه اي كميه نوع كلوريكس الوان برضه احنا بنستخدمه عندنا في البيت، وهنحط قد الكميه برضه خل طعام. اخر حاجه وده اهم مكون معانا، يا اما هنستخدم اي نوع مزيل طلاء اظافر احنا بنستخدمه عندنا في البيت، لو مفيش ممكن شويه بنزين، وهنفضي منهم شويه على المكونات اللي احنا حطيناها دي، وهنقلبهم بقى بالراحه خالص لحد المكونات دي كلها ما تدوب في بعضيها. قبل بقى ما نحط المكونات ديت على مكان البقعه، مهم جدا ان احنا نحط اسيتون او بنزين على مكان البقعه الاول قبل ما نحط عليها الخلطه اللي احنا عملناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنجيب عندنا اي فرشه صغيره وهنغطسها في الخلطه ديت، ونبدا نحط مكان البقعه ونفرك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين البقعه ما بقاش ليها اي اثر، وبنكمل بقى وبنطلع بقيه بقع الشحم اللي موجوده معانا في الجاكيت. وبعد ما نتاكد ان البقع كلها طلعت معانا بالكامل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بعد كده بقى نقدر نغسله في الغساله عادي، ودي بتكون النتيجه النهائيه. زي ما انتوا شايفين مفيش اي اثر للبقع.